في مثل بيقول: ضرط الزمان على الأندال يوما فعلاه، تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا المثل بينطبق على اللي بيكون ماشي من غير ريحة باطن. هلا بدنا نشوف فيديوهات كمان عن جميل الحسن، عن المصار اللي انسرقت، عن الشحاد اللي شحدوها من الزلزال لمرضى السرطان. العالم اللي عم تتصل بالفصائل وبتتصل بجميل الحسن والإعلاميين وما عم بيردوا عليهم، واللي عم بيسأل وينه جميل الحسن رح نفرجيه بآخر الفيديو وينه جميل الحسن، شو عم يعمل وين عم بيكذب وبشو ملتهي. خلونا نشوف أول شيء الفيديو. عجز المحرر عني، ناشدت المنظمات، ناشدت الاستجابة الطارئة. جميل الحسن ما خليت إعلامي، ما حد استجاب لي، ما حد عم بحس فيي، ما حد عم بحس بألمي. كرامي لله، بنشدك 100 مرة، ما حد عم ينظر بوضعي. المحرر عجز عني، طلب منا الدكتور 4 جرع، كل جرعة ب2300 دولار. كرامي لله، إذا عم تسمعني يا أهل الخير، كرامي لله، مشان الله كل إنسان عم يسمعني. أنا نايمة بالفرشة وما عم بحسن أتحرك وما حدا عم يحس فيي، وأولاد صغار كلهم بنات، ما عندي غير ولد عمره 10 سنين. وتعوا شوفوا حالتي وانظروا بوضعي، اثبوتيات عندي. هيدي ورا بعضهم. خلينا نشوف الفيديو الثاني كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم جميعا. بتمنى رسالتي هاي توصل للإعلامي جميل الحسن. يا سيد جميل، انت عالمين انه جميل حسن يحكي ويوصل صوته او يوصل او حدا يدعمه عن طريق جميل حسن. جميل حسن اليوم عنده 5-6 هواتف كافلين، ما برد على حدا. ليش يا سيد جميل؟ فهمنا ايش السبب يعني. انا بالذات اكثر من 100 واحد بالمحرر طلب رقمك مني وبعثت رقمك على الغرض للعالم، وكله بدق بيقول ما عم يرد. ليش ما عم ترد يا حبيبي؟ بطلت الاعلام؟ اطلع على شو كلهم يا اخي. انا والله بطلت. انا ما نحن ما عم نقدر ننزل كل الفيديوهات بفيديو واحد، عشان المساحة ما بنقدر ننزل أكثر من 10 دقائق. قبل ما نفرجيكم جميل الحسن وينه مع مين ملتهي وبشو ملتهي، خلينا بس نحكي شوي. هيدا الشمال، هيدي الشحاد اللي شحدوها على مرض السرطان، وقبل مصاري الزلزال اللي راحوا اشتروا فيها بيوت وعقارات، وطبعا كلها خارج سوريا، كل المشترى اللي اشتروه خارج سوريا. هيدا الزمن اللي ضرت على الأندال فعلاه، هيدا الزمن اللي خلى هيك اشخاص مثل الاعلاميين جميل الحسن وهادئ العبد الله والفصائل ما كانوا شامين غير ريحة باطن من وراء المواطنين السوريين اللي انغر فيهم وطلعوا على الدولة بعد ما كانوا عايشين أمراء ومملوك. هيك صار بالشمال. الأموال اللي تعالج فيها مرضى السرطان، ما حدا تعالج من مرضى السرطان. طلعوا كام ولد شحدوا عليه، ولكن اذا بدي اقعد نزل من هلا لشهر ما بخلص قد ما في عالم عم تبعث لنا فيديوهات من اللي بحاجه لمساعده داخل الشمال، ومن اللي صابين مرض السرطان وغير مرض السرطان، اللي عم يدقوا بواب الفصائل وعم يدقوا لجميل الحسن وكذا اعلامي غيره ما عم بيردوا عليهم. مجرد ما جميل الحسن شاف على موبايله انا بدي مساعده، حذر الرقم الشخص، لانه خلص راحوا حجوا بيت الله الحرام بمصريات السرقة. سعي حج مبرور وسعي مشكور. اشتروا ذهب لنسائهم، غيروا سياراتهم، اشتروا عقارات زيادة برات سوريا، رغم انه وقت اللي بين فيه مرضى سرطان الدولة السورية فتحت بوابها وقالت في مشفى البيروني فيكم تطلعوا تتعالجوا فيها، واي شخص بده يطلع مرافق معه امه خيه اخته مين ما كان يكون في يطلع، ومن دون اي تكلفة. العلاج على حساب الدولة بيصير. ولكن اذا اهالي الشمال المصابين بالسرطان طلعوا تعالجوا عند الدولة السورية، جميل الحسن ما في يغير سيارته، ما في ياخد امه على الحج بمصار السرقة. هذا العبد الله كمان ما في يروح هو صاحبته يحج بيت الله الحرام.
كذلك القمر القصير الثاني والعمشويات والدراب السخن الحمزويات، هدول كيف بده يشتروا عقارات وفنادق والى اخره. شفتوا انتو كيف ايام مرضى السرطان كيف شحدوا، كيف جميل الحسن ما نزاح من بين المدنيين والعالم، ضل يصور فيهم. وين يشوف طفل، اذا بشوف طفل حالق على القرعه بيجوا بيقول له انت مريض سرطان تعال نشحد عليك. مجرد ما طلعوا $1,000,000 وفوق $1,000,000 بالبدايه لما وقفوا عن مرض السرطان، حتى ما بقى، اذا بتلاحظوا انتم ما بقى جاب سيره مرضى السرطان. اذا بتلاحظوا بفيديوهات تبع الاعلاميين الكذابين ما بقى جابوا سيره امراض السرطان. هيدا هو الشمال، هيدا هو الشمال السوري اللي عم بيقول لكم جنه. هيدا هو الشمال السوري. نزلنا فيديوهات عن الاغتصابات، نزلنا فيديوهات عن الاعتقالات، نزلنا فيديوهات عن النساء اللي ما عم تطلع عن الشوارع عم تطالب بأطفال المعتقلين، نزلنا فيديوهات عن المدنيين داخل الشمال كيف قاعدين بلا كهرباء، نزلنا فيديوهات كيف أبو عمشة عم يرفع الناس فلقة كرمال رطة خبز. ما ضل في فيديوهات إلا ما عم ننزلها، وإذا بنزل من هلا لشهر بضل في بعد المأساة والفقر والقهر اللي عم بصير بالشمال، إن كان بالمناطق المعمرة أو بمناطق الشمال. ولكن الإعلاميين هدول الأنجاس الكلاب العرصات اللي جميل الحسن داير ورا هيئة تحرير الشام، وهذا القصير داير ورا تركيا، والبغل الثاني اللي راكد ورا قطر عم بياخدوا أموال، وبكرة هدول بيطلعوا بيشوفوا أملاكهم برا وبيطلعوا بيقعدوا برا. هيدا اللي انتو عملتوه بهالبلد. كنا عايشين ما في سوري يموت عباب مشفى، ممنوع ولا مشفى تترك سوري يموت عبابه، ممنوع ولا مشفى تاخد من سوري مصاري، ممنوع حدا يتعامل ممنوع حدا يلعب بالعملة، ممنوع حدا يلعب بالأسعار. عايشين بأمن وأمان. ايمتى أمك وأمه وأختك وأخته كانوا يطلعوا يتظاهروا؟ ايمتى كانت تطلع النساء مثل البنت هون تطلع وتشحد وتترجى العالم ليعالجوها انها مريض سرطان؟ ايمتى كنتوا تقعدوا بلا كهرباء تطلعوا تتظاهروا لانه بمناطقكم ما في كهرباء؟ ايمتى كان ابو عمشه واحد مثل ابو عمشه ايام الدوله ومناطق الدوله، وحتى لهلا بمناطق الدوله ما بتصير، كان يرفع واحد كلب مثل ابو عمشه يرفع عن الناس فلقه؟ ايمتى كان يصير في هالاغتصابات بسوريا؟ انتو اللي عملتوا بهالبلد هيك. انتو نحن عم نفرج المعارضين اللي بالخارج قبل الداخل، اللي بالداخل شايف، ولكن المعارضين اللي برا اللي عندهم حقد طائفي وحقد مذهبي على الرئيس فقط وعلى كل من والى هذا الرئيس. نحن من والى الرئيس الأسد، اللهم والي من والى الرئيس الأسد، وانصر من نصر الرئيس الأسد، واخذل من خذل الرئيس الأسد. نحن مع الأسد حتى قيام الساعة، لا بديل عن الرئيس بشار الأسد. سوريا جمهورية ولكن رح تصير مملكة. بدكم تشوفوا جميل الحسن وين؟ تابعوا الفيديو هلا وشوفوا جميل الحسن ليه ما عم بيرد على المدنيين المريضين بالسرطان. ما عم بيرد جميل الحسن، شوفوا بشو مشغول. شوفوا هذا ابو جمله عم بدق على الجيتار. ابو جمله شفتوه وين هو؟ هلا شوفوا وين عم بيكزدر، مع مين عم بيكزدر. هلا ما راح افتح سيرة اللي عم بيكزدر معه، ولا راح نزل الصور تبعها بفرنسا كيف بتكون منقبة بالشمال السوري بفرنسا. بس قريبا بفضحها، اذا ضلت تتطول على اسيادها قريبا بنزل الفيديو تبعها. نصيحة ما بقى تقربي مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة. في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي هتلمها، انا قلبتي ما انتش قدها. على الجيتار وعم بيكزدر مع أنيتا هنري جوتنبرغ. أنيتا نصيحة لا تقربي على أسيادك لأنه فيديوهاتك معي. نصيحة
وقت تكوني